السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بألف خير، وأيضا كل عام وإخواننا المسيحيين بألف خير وعيد مجيد عليهم. متعود ما اطلعش أتكلم في الكورة إلا ما تكون فيه مصيبة أو تكون حاجة حلوة، ويمكن قصدت النهاردة أطلع بالفيديو ده. وعلى فكرة هو يعتبر فيديو زي البث المباشر بالظبط. فضلت إن أنا أسجل ثم احطه على صفحتي وعلى صفحة جروب الاهلي نادي القرن، علشان اوصل رسالة محب للنادي الاهلي للجميع. واكيد الرسالة اللي عندي موجودة عند اي واحد بيحب الكيان. ومش هقول زي ما اتقال امبارح، يمكن احنا امبارح كان اتعس يوم بالنسبة لنا كاهلاوية، واحنا بنشوف الظلم قدام عينينا. احنا سمعنا عن الظلم في حاجات كتير، ولكن ما كناش بنحس بمقدار الظلم او الفجر التحكيمي الا ما شفناه علني امام مليارات البشر. وكأن حكم المباراة هو الحاكم بأمره، والجميع يستمع. دخلتكم في الأجواء، ولكن تعالوا مع بعض واحدة واحدة علشان نتكلم عن الموضوع بمنتهى الجدية. انت كأهلاوي وانت بتسمعني وجواك حرارة وألم من اللي حصل، ركز معايا. بداية، إدارة النادي الأهلي مخطئة جدا 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 في 3 حاجات، وأنا مستغرب صراحة. أنا عندي جميع فلنات النادي الأهلي بكل ألوانها اللي نزلت. بسأل إدارة الأهلي على أي أساس تختاروا فلنة يعني كلنا بنتشائم منها؟ الفلنة اللي ملهاش لون دي، ولا هي سماوي ولا هي بنفسجي ولا هي فستقي. طب ما انت عندك الفانلة السوداء وعندك الزرقاء. يا اخي سيبك من الرصاصي، عندك السوداء وعندك الزرقاء الكحلي والحمراء. لما بتتعارض مع فريق بتلبس انت الفانلة البديلة. انت غيرت هويتك، حتى في الفانلة غيرت هويتك. وما تقوليش اصل اللون الفانلة السوداء متشابه مع الشورت بتاع الفريق مش عارف ايه. لا يا حبيبي، الفريق صاحب الارض لما بيجي يختار فانلته انت اللي بتحط بعد كده الفانلة بتاعتك، وانت عندك ما شاء الله فانلات كتير. فدي بس بداية بس لإدارة الأهلي، ده رقم 1. رقم 2، وهتكلم عن المباراة بتاعت امبارح بعد كده نسترسل في حاجات معينة. الاستاد المعتمد لنادي سيراميكا هو استاد هيئة قناة السويس اللي في اسماعيلية. طبعا الأمن في قناة السويس ممنوع الأهلي يلعب في الإسماعيلية بسبب الظروف اللي انتوا عارفينها. وبالتالي اتحاد الكورة بيختار ملعب بديل. الاهلي له الحق يعترض على الملعب، يقول لهم حطوا ملعب وانا اختار، اما تلعبوني في برج العرب. ما هو اي مباراه المصري طرفها او اي فريق تاني الاسماعيلي بيلعبوا في برج العرب، وانت حاطط ان استاد هيئه قناه السويس ولا قناه مش عارف ايه دي الكهرباء، قلت الاهلي ما يلعبش فيه. ما اعرفش ليه من 2011 يا مسلم، 2011 لحد النهارده مش عايز ترجع كل حاجه لطبيعتها. ايه الجبن ده؟ ايه قله الحيله دي؟ تمام. فاداره الاهلي مخطئه انها وافقت على نادي زباله، ارضيه زباله زي استاد المقاولين. عار عليكم يا مصريين، عار عليكم يا اتحاد المهلبيه، عار عليكم يا اللي بتتكلموا في الكوره انكم تلعبوا اكنكم بتلعبوا في جرن في غيط. ارجع شوف المباراه غيط.
وفي الاخر نقول اللعيبه بتصاب رباط صليبي ليه؟ وفي الاخر بنقول اصابات بتقعد بالشهرين ثلاثه ليه؟ واحنا داخلين على كاس العالم. يعني المفروض يا بهايم تحافظوا على اللعيبه اللي بتلعب. ده الاهلي امبارح 8 في الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر. ولا انتوا ما تفتكروش منتخب مصر لما تستدعوا لعيبه الاهلي؟ يبقى مين اللي يحافظ على الفريق؟ مين اللي يحافظ على اللاعبين؟ حسام حسن؟ ولا انت يا اتحاد المهلبيه يا اتحاد ابو خيبه؟ يبقى دي تاني حاجه الاهلي اخطأ فيها. تالت حاجه ودي الاهم، لما انت عرفت ان زفت الطين هيحكم ليك ماتش بكره وانت مقدم فيه مذكره ومقدم فيه تقرير كبير في المباراه اللي كانت في الدور الاولاني اللي لغى فيها 3 ضربات جزاء، انت اصلا قدمت. هم قالوا هنعتذر ومش نعتذر، يعني اوريدي في سابقه موجوده قبل كده. قوم يجي في ماتش الاسماعيلي وانتوا ما اتكلمتوش وفزتوا 2-0 عشان فايز، يتكرر ليك مع نفس الفريق في الادوار الاقصائيه. سيراميكا منتظر ايه؟ يبقى مين؟ يبقى الثلاث حاجات دي انت اداره الاهلي تحاسب عليها. ما تقوليش مش بدايه حاجه، ما تقوليش انك خدت على قفاك وخدنا كلنا على قفانا امبارح. طيب الموضوع له ابعاد كبيره جدا، مش حكايه امبارح. حكايه لما الاهلي خد على قفاه وانضرب بالشبشب في ملعب الجيش المغربي وضربني وبكى وسبقني واشتكى، والفريق تعاقب بمباراتين من غير جماهير، الاهلي ما استفادش حاجه. ويجي عيسى سي الحكم السنغالي المرتشي في ماتش الترجي، ها تسكت هطلع لك، كان بيقلدوا محمود وفا امبارح. ولو تلاحظوا بعد المباراه ماسك الكرود وعاملها كده، ما انتوا ما حدش واخد بالكم غير الشتيمه اللي حصلت لحسين الشحات ومحمد الشناوي. فالموضوع له ابعاد من البدايه، ان انت خدت على قفاك فاستحمل. ما انت ما قلتش كل اللي بتقولوه نشجب ونعمل ايه، غيروا لنا الحكام، غيروا لنا لجنه الحكام، افصلوا لجنه الحكام، شيلوا لجنه الحكام. وبعدين من 2 بيرسي تاو اتلغى له هدف اللي هو ضاع منه الدوري. صحيح العام الماضي او قبل الماضي ايضا نفس الحكايه، لعبت 3-4 مرات في الاخر قال لك لا اصل، ودخلت جون قال لك لا اصل كره فاول. وقبل كده حكم الاحتواء اللي اختار قانون جديد عشان يحرم الاهلي من الفوز على البنك الاهلي. وهذا الحكم اللي ملوش من اسمه نصيب. يا راجل ده انا كرهت اسم محمود، ابني اسمه محمود هسميه فوزيه من اسمك، ده انت مالكش من اسمك نصيب. انت عار على اولاد كفر الشيخ، انت عار على العيله وعلى البطن اللي جابتك. ومش هنقول زي ما الناس كاتبين ان هو واخواته زملكاويه، الزمالك وبيراميدز مش طرف في اللي احنا بنقوله خالص. ما تحاولوش تربطوا الحبال ببعضها. اصل بيعمل كده عشان الزمالك ياخد الدوري، اصل بيعمل كده عشان الزمالك وبيراميدز يبقوا في افريقيا والاهلي يبقى في الكونفدراليه. سيبوكم من الكلام ده بتاع الاعلام اللي بيسخنوا. في ناس كده بتحب تسخن. طيب قبل ما اطلع لكم دلوقتي بالبث المباشر، والنهارده الاربع ويمكن ده يعتبر زي البث المباشر بس حاولت اسجل علشان طبعا الصوره تبقى واضحه قدامكم. دخلت على مستر جوجل وقلت له يا مستر جوجل لو سمحت بعد اذنك عشان خاطري
ممكن تجاوب لي على سؤال؟ قال لي اتفضل. هو الحكم في اي مباراة بيجري كام كيلو في الملعب؟ راح مستر جوجل فاضلا قعد يشرح لي، قال لي من 10 ل 12 كيلو في المباراة الواحدة، لأن الحكم بيجري ما مش زي لعيبة ممكن تستريح وممكن تقعد، لا على طول طول الماتش بيجري زيه زي، يعني يمكن المهاجم ما بيجريش زيه، ان هو رايح جاي جاي رايح، وبالتالي من 10 ل 12 كيلو. ركز معايا. الحكم كان بيحكم في الجزائر، كان بيحكم في ليبيا، ماتش الجزائر وتونس، ماتش هايف، فرقتين ما صعدوش، اخر مباراة في الترتيب المجموعة، الساعة 4 عصرا بتوقيت ليبيا، توقيت ليبيا زي توقيت مصر. المباراة خلصت الساعة 6 يوم الحد، عقبال ما وصل يوم الاثنين، راح كفر الشيخ ورجع تاني يوم يحكم المباراة. انا بسألكم، اذا كان هو الحكم بيجري اكتر من اي لاعب في الملعب، ولعيبة اللي بتلعب المباريات بيعملوا فاصل ما بين كل مباراة والتانية على الاقل 3-4 ايام او 4 ايام زي ما هم حاطين. الاهلي لعب امبارح ويلعب يوم السبت. اقنعني ان الحكم هرقل سوبرمان طرزان كان مسافر دولة تانية حكم فيها مباراة، وجاي دلوقتي يحكم مباراة بحجم مباراة إقصائية نتيجتها مهمة جدا، ويأدي أداء ويجري ويعمل زي أي حكم. اقنعني. ده في كل الدنيا وفي كل ده لو حكم في أوروبا، وأوروبا داخلة في بعضها، لو المباراة يوم الثلاث ما بيلعبش الا المباراة الثانية بتاعت يوم الأربع اللي بعد الأربع، أسبوع كامل في الدوري الأوروبي ولا بطولة الأوروبا ولا في الدوري الإنجليزي ولا في الدوري الإيطالي ولا في الدوري الألماني ولا في الدوري الأسباني. لكن احنا عندنا لا، احنا عندنا واحد روح بسرعة خلص في ليبيا وتعالى بسرعة عشان مدين لك مكان تخلص. ايه قلة الأدب دي؟ ايه السفالة دي؟ ايه الانحطاط ده؟ في الموضوع من البداية، تعيينه للمباراة من البداية. ده انت حتى لو هتقرره بحكم ان هو مكان في الدور، او هتقرر حكم كان مسافر وبيلعب مباراة يوم الحد ان يلعب مباراة يوم الثلاث. وانا بقول لك، وخش انت وهو شوف في جوجل ولا شات جي بي تي، اسأله قول له معدل جري الحكم في اي مباراة كام، هيقول لك من 10 ل 12 كيلو، اكتر من اي لاعب، لانه بيروح ويرجع يروح، ما بيقعدش الحكم، ما بيقعدش. تقوم انت تكرره ليا في ماتش مهم يوم الثلاث؟ خلاص هو ماشي، هنعتبره سوبرمان. طب والقرارات العكسيه اللي كانت في الملعب يا راجل؟ تريزيجيه في الشوط الاولاني الراجل مقطع قميصه، شايل قميصه من ورا، واضحه وهو شايفها يتعمي في عينه وبصره، ما حسبش حاجه، قال له العب. عايز ده ينصفك ويديك ضربه جزاء؟ محمد هاني كوره في نفس المباراه اتشاطت، فمحمد هاني كان مكبر ايده مكبر جسمه، يعني زيها بالظبط. ارجعوا لشريط المباراه، حسبها هاند وهي في نص الملعب، هاند. يعني حتى كمان لو ما كانش حسبها مش مؤثره، ده في نص الملعب. ونفسها عشان تعرفوا ان هو حكم فاجر، نفسها يقول لك انا تقديري كده. البيان بتاع الاهلي اللي طلع النهارده اللي بيقول احنا عايزين نعرف اللي حصل، المحادثه اللي حصلت ما بين محمود عاشور على فكره وبرضه اسمه محمود، من لما كان حكم
من اشد الحكام كرها في الاهلي، بلهجتنا احنا كده، من اوسخ الحكام اللي مروا على مباريات الاهلي، واتشال وبقى حكم فار رقم 1 على مستوى افريقيا، بل يتعدوا من ضمن الحكام اللي يتعدوا على الصوابع في العالم في تقنية الفار. يوم الحكم يناديه طبقا، وهتسمعوا الكلام دوت لناس مقربة وشايفين وسمعوا، وتقال لهم بالظبط اللي دار ما بين محمود عاشور ومحمود وفا. ان محمود عاشور لو تلاحظوا في الكاميرا حتى بالفاره بالماوس عمال يقول له شوف من هنا وشوف من هنا وشوف من هنا وشوف من هنا. يا راجل حرام عليك، ده امبارح ماتش للمقاولين العرب اتحسبت كوره المسافه ما بين اللاعب واللاعب واللي اتخبط فيه ما تجيش متر واتحسبت ضربه جزاء. لكن انت بتكلمني على بعد فدان، لاعب الاهلي لعبها على بعد فدان ولاعب سيراميكا مهمل وفارد ايديه وتقول لي اصل مش مكبره جسمه. يا اللي تنحول في دماغك مش مكبره جسمه، يا اللي تجيلك شلل الرعاش مش مكبره اسمه، وتروح وتدور على اي حاجه عشان ما تحسبهاش. وزي ما قال سيد عبد الحفيظ وزي ما قال محللين كتير، الحركات النص كم ديت ودي علي ماهر انذار ويدي محلل الاداء بقى بتاعهم انذار وبتاع حارس المرمى انذار وكده، دي كان تمهيد، لانه ده حكم خبيث، ده حكم خبيث بيبين نفسه طرزان. انا مدي كله انذار، ده انا بعامل الناس كلها زي بعضها. يا حكم يا لوح، في حكم واسمه حكم. لو تعرف ما هو الحاكم العادل، انت المفروض تكون حاكم عادل داخل الملعب. تريزيجيه بيكلمك تروح زقه، وعايز اللعيبه تحترمك، وعايز الفريق يسمع لك، وعايزنا احنا نخش في نقاشات. اعتقد كلكم شفتوا مفيش محلل ولا حكم دولي ولا حتى حكم محلي الا وقال ضربة جزاء صحيحة. سيبكم من دي، اتعلمنا ان الفار بيصحح اخطاء داخل الملعب. لما انت جالك محمود عاشور وقال لك يا كابتن الوقت حساس والكورة ضربة جزاء، الوقت حساس والكورة ضربة جزاء، قلت له ايه؟ مش حاسسها، لا مش عايزها، لا كل واحد يلعب عند بيته، احنا بنلعب استغمايه. الاهلي بمصروفاته بلاعيبته بكل الامكانيات اللي عمال يصرفها، وتيجي تقول له اصل انا مش هحسب لك، هو بمزاجك؟ وفي الاخر يقول له اصل ده قرار شخصي للحكم. يا فرحتي. وطلع بيان من الاهلي وطلع بيان من اتحاد الكوره وهنوقف وفا في كل مباريات الاهلي. بس وجايبين واحد خواجه اسمه اوسكار، معرفش اسمه اوسكار ولا سكران ولا ايه بالظبط، والحكام عمال يتعادوا في مباريات، وفي حكام دوليين رقم 1 في مصر ما حكموش للأندية اللي بتنافس الأهلي على بطولة الدوري من أول يوم لآخر يوم، ما حكموش. ليه؟ الله أعلم. ولا زلت بقول أنا كل كلامي للأهلي، إحنا مخطئين، إحنا غلطانين، والله إحنا غلطانين، وإدارة الأهلي مهملة. مش هنقول بتعصب انسحبوا من الدوري ولازم تنسحبوا، وفي تداعيات كبيرة جدا أكبر مني ومنك ومن أي حد. في بيوت ناس مفتوحة، في دعاية، في شركات راعية، في حاجات كتيرة جدا ما ينفعش بغضب نقول انسحبوا من الدوري، ولكن في أكتر إن أنت ممكن تاخد موقف من اللي بيحصل، موقف من اللي بيحصل. اتحاد كورة مش حماك، اتحاد كورة ما بيشتغلش معاك، اتحاد كورة شايل منك علشان العام الماضي لما انت في المحكمة الدولية فزت بالموضوع. اتحاد كورة له سوابق معاك مش كويسة،
اتحاد كوره ما ساعدكش وخلاك تلعب مباراه العوده للترجي بدون جماهير. اتحاد كوره جميع افراده مدلسين. اتحاد كوره اصلا بيضربوا من فوق الحزام وتحت الحزام في لجنه بتاعه الكوره دي بيسموها لجنه الانديه. اتحاد كوره مش عايزك تاخد دوري ولا تاخد اي بطوله، ومع ذلك هعيد وازيد زي اي حد. احنا واعتقد اللي عارفني وشايف كاتبين الاهلي ما يستحقش. يا جماعه الاهلي ما يستحقش ياخد الدوري، يا جماعه الاهلي ما يستحقش يفوز، يا جماعه الاهلي سيء، يا جماعه المدرب طربش، يا جماعه المدرب غرقنا، يا جماعه قلنا ما فيه الكفايه، يا جماعه اللي بتختاروا اللعيبه وبتطلعوا لاعبين اعاره انتم مخطئين غيرتوا، يا جماعه يلي انتوا بتحطوا سياسات الاهلي المدرب ده مدرب فاشل خلوه، اقتصروا، حطوا له واحد زي عماد النحاس اللي راح درب المصري، حطوه ويبقى القرار معاه هو، طفشوه، ادوا له صلاحيات اداريه، قولوا له روح درب الناشئين، طفشوه. ومع ذلك حصل اللي حصل. فاحنا سيئين. عمري ما شفت الاهلي بيلعب بالاسماء. محمد عبد الله امبارح بتاع الاهلي، كريم الدبيس بتاع الاهلي، السوليه بتاع الاهلي، وانت جايب عاهات، جايب واحد اسمه الجزار ما لعبش لحد دلوقتي ودافع فيه 60 مليون. يا لهوي انا ولا انت لو قعدنا من هنا ل10 سنين مش هتمسك المبلغ ده في ايدك، وانت جايب واحد من شهر يناير لحد النهارده في شهر 4 ما لطش الارض ودافع فيه 60 مليون، وسايب كريم الدبيس وسايب محمد عبد الله وبالينا بكاموش وما كاموش وبالينا بلعيبه ما خدناش منها حاجه. ونفس اللي حصل في فريق الاحلام سنه 2005 بتاع الزمالك حصل في الاهلي السنه دي، بس مش اسمه فريق الاهلي، ما كانش اسمه فريق الاحلام، اسمه فريق التوهان. ولا زيزو ولا امام عاشور ولا محمد شريف ولا تريزيجيه، كلهم بزراميطه والله، ولا بن شرقي ولا حتى طاهر. بأمارة ايه نقول حسين الشحات كويس وانت اصلا ما بتلعبوش؟ انت راجل قفل، انت راجل متخلف. بين الشوطين قلت يا متخلف حط الشحات مكان هاني عشان يلعب الدور الدفاعي، وشيل ديانج من النص وحط بن رمضان، وشيل زفت الطين اللي انتوا جايبينه من سيراميكا وحط مكانه محمد شريف. لا قلت بن شرقي. جاي في اول الشوط تشيل ديانج وتنزل الشحات. ايه يا راجل، ده انت جبت لنا جلطه. ديانج لما يتشال اتحط بن رمضان. يا متخلف، يا متخلف. معلش طولت عليكم، ادي احنا منتظرين القرارات. طلع بيان من الاهلي ولحد دلوقتي لسه ما ردوش عليه، فاحنا منتظرين يردوا عليه ونشوف الدنيا ايه وبس. اسف الصوت العالي، ولكن طبيعي اي اهلاوي بيعشق الكيان واي مشجع للنادي الاهلي عمره ما يعجبه اللي حصل امبارح، وعمر ما يرضى بالظلم. وهرجع تاني واقول عشان ما حدش يطبل او يسقف، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي فقط، احنا ملناش دعوه باي فريق تاني. هتقول لي الكوره لسه في الملعب او الدوري في الملعب 50%، مش هقول الا 50%، لانك انت دلوقتي مطالب انك تفوز ويتعثر الاخرين. صعبه شويه لان المره دي فات مباراه باقي 5 مباريات، منهم مباراه تلعبها مع سموحه يوم السبت، وبعد كده هتلعب
مع بيراميدز، وبعد كده هتلعب مع الزمالك، ترتيبها كده ورا بعض، وبعد كده هتلعب مع انبي، ثم اخر مباراة المصري. يعني عندك 3 مباريات جايين في شهر 2 في شهر 4، واحدة يوم 1/5 اللي هو مباراة الزمالك. واعتقد بالمستوى اللي احنا شايفينه دوت لا يجدي تماما الاهلي ولا تروب ولا ابو تروب ولا اي حاجة. مشكلة في اللاعب نفسه، مشكلة في اداء اللاعبين، المشكلة ان اللعيبة فعلا في مشكلة في غرفة اللبس. ولن يصلح حال الاهلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده الا اذا صلحت النوايا. انا بستغرب لعيبه بتلعب في المنتخب بطريقه، وبتلعب مع النادي الاهلي اللي برز اسمها واللي نجمها واللي شهرها بطريقه مختلفه تماما. ويا ريت يا ريت يا ريت ان منظومه الكره المصريه تنظبط. انتوا بأمارة ايه عندكم ملعب زباله زي ده؟ بأمارة ايه الناس بتتصاب ويجي لها رباط صليبي؟ بأمارة ايه ده ملعب تلاقي فيه كوره؟ انت عندك 100 ملعب، بس استاد القاهره كان فاضي، ما لعبتش فيه ليه؟ ولا هو عشان تقول انت لو قلت لسيراميكا يقول لك موافق. ما اعتقدش ان اداره سيراميكا لو انت قلت لهم هنلعب في استاد القاهره بدل استاد اللي هو هيئه قناه السويس هيقول لك لا. لو قلت لهم هنلعب في الاتحاد الجوي ده ولا اسمه ايه، الدفاع الجوي، هيقول لك العب. لو اقول لك حتى العب في السلام هيقول لك العب، بس على الاقل تكون ارض تعرف تلعب فيها. الاهلي لعب 3 مباريات على ملعب استاد المقاولين السنه دي، ماتشين، ماتش انهزم من الجيش، والماتش التاني كان امبارح، وماتش المقاولين. كان أسوأ 3 مباريات للأهلي. أخيرا كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وإخواننا المسيحيين بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.